أما هذا تبارك الله، هذا نعناع اللي تونا راشينه على أساس عن الحشرات والدود. ما شاء الله لحد الآن. طبعا ليش نايم؟ وعادة يكون مرتفع شوي على أساس تونا راشينه مبيد. ما شاء الله مبدع، يتميز هذا برائحة العطرة الخفيفة شوي مميزة قريبة للليمون، والورق ماله يجي ترى هذه لحد الآن ما عطتنا الحجم المطلوب. طبعا يجي أكبر من هذا الحجم. نعناع الليمون تكاثره، طريقة تكاثره جدا سهلة، اللي هو هذا غصن بس ندفنه بالأرض هني. بعد أسبوع 10 أيام أوريكم إذا فيه إن شاء الله طالع. نفس الشيء هذا، يعني هذا طالع من الشجرة هني، هذا هني مجذر. شوفوا بس شوي طلع هذا الغصن، تلاحظون أشيله لكم يكون فيه جذور. شوفوا الجذور، بس نقص الغصن هذا ونزرعه في مكان وينتج معه. تبارك الله. هذا غصن وهذا غصن نعناع الليمون. شوفوا حجم الورقة تبارك الله.